باي النمر بينط في المية، بيستغل الفرصة وبيرجع للمركب بسرعة وبينجح انه يوصل قبل النمر. وبيحاول باي انه يمنعه انه يوصل للمركب، بس بيتعاطف معاه وما بيكونش قادر يسيبه يغرق. فبيجيب خشبة بيحطها للنمر علشان يطلع عليها، واخيرا بيطلع النمر عليها قبل ما يغرق. وباي بيكون في العوامة بتاعته وبيطلع النهار وبيشوف السمك حواليه، فبيصطاد واحدة منهم بالشبكة بس بتطلع عينيه وبياخدها وبيرميها في المركب علشان النمر ياكلها. وبعدها بيطلع باي على المركب وبيتفاجئوا بالسمك بيطير حواليهم، وبيبدأ النمر يصطاد كل السمك حواليه لغاية لما المركب بتتملي. وبيشوف باي سمكة كبيرة فبيزق النمر بالخشبة علشان ياخدها، وبيدخل الليل وبيفضل باي ياكل من السمكة لغاية لما وبيطلع النهار وبيكون باي لسه على المركب وما بيكونش خايف من النمر زي الاول، وبيحس بارتفاع الامواج فبينزل باي بسرعه على العوامه وبيبدا يلم حاجته من عليها وبيحطها في قلب المركب. وبتبدا تقوم عاصفه قويه جدا والامواج بتدخل للمركب من كل مكان وبتتملي ميه، وباي بيكون فقد الامل في الحياه لكن بيرجع يقاوم العاصفه بكل شجاعه.